لعبة من الدارك ويب عبارة عن مجموعة تحديات لازم تنفذها، ومع كل تحدي بتخلصه بتاخد مبلغ مالي. لكن الكارثة عزيزي بتبدأ لما ما تقدرش تنفذ أو تنهي التحدي. ويلا بينا ندخل في أحداث الفيلم اللي بتبدأ مع بنت اسمها في، واللي بيجيلها إيميل من جامعة إن هي اتقبلت فيها، وبيكون ناقص بس رد من في إن هي موافقة، لكنها بتكون مترددة إن هي تسيب المدينة بتاعتها، وده كمان غير إن مصاريف الجامعة تبقى غالية جدا. وبعد شوية بتتصل بيها صديقتها اللي اسمها سيدني، وبتقول لها عن لعبة جديدة اسمها نيرف، بتبقى عبارة عن لعبة على منصة إلكترونية وفيها مشاهدين بيدعموا اللاعبين وبيطلبوا منهم التحدي المطلوب، وبمجرد ما اللاعبين دول ينفذوا الطلب بتاع المشاهدين بتحولهم فلوس على طول أول ما يخلصوا التحدي. سيدني بقى بتكون مشاركة في اللعبة دي كلاعبة، وبتطلب من في بقى إن هي تشارك معاها كمشاهدة ومتابعة، لكن برضه في بتبقى مترددة زي عادتها. المهم المشهد اللي بعده بتاخد الكاميرا بتاعتها وبتروح على المدرسة، وبتكون بقى هي مصورة لفرقة رياضية هناك، وهي بقى بتبقى معجبة بلاعب في الفرقة اسمه جي بي. وسيدني بقى بتبقى من ضمن فريق المشجعات، وبيكون مطلوب منها تحدي معين في اللعبة، ولما بتعمله قدام الكل بيتضاف في حسابها $500. بس بنشوف هنا في معترض على اسلوب اللعبة، فبتقولها سيدني ان اللعبة دي للي عندهم روح المخاطرة وبس، لكن طبعا الناس الجبانة اللي زيها كده ما ينفعش طبعا يشاركوا فيها. وبعدها بتتحداها بقى ان هي لو تقدر تقوم تعترف بحبها لجي بي، لكن في بقى ما بيبقاش عندها الشجاعة الكافية انها تعترف له، فبتقوم سيدني وتروح لجي بي وتعرفوا ان صديقتها في معجبة بيه، لكن جي بي بيقول لها ان هو مش معجب بيها. ساعتها بقى في بتزعل وبتمشي، وبعدها بقى بتقرر ان هي تشارك في اللعبة علشان تثبت ان هي قد التحديات ومش جبانة. ولما بتدخل بنشوف ان كل لاعب بيصور التحدي او الجولة بتاعته بالموبايل الشخصي، والمشاهدين هم اللي بيحددوا نوع التحدي. ومع كل فترة للعبة بيتصفى اللاعبين لحد ما بيتبقى لاعب واحد بس، وهو اللي كده بيكون كسبان. واول ما بتوافق في على قوانين بتخترق اللعبة كل الاكونتات بتاعت في على السوشيال ميديا، وساعتها بيتعرف معلومات كتير عنها. ولما بيجي اول تحدي لفي بتتصل بصديقها تومي علشان يوصلها، وتومي بقى بيحاول يحذرها لان مصدر اللعبة هو الدارك ويب. بيوصلوا بعدها للمطعم، وبيكون التحدي انها تبوس شخص عشوائي لمدة 5 ثواني. ساعتها بتشوف واحد بيقرا كتاب مفضل ليها، فبتقرر تروح تبوسه، واول ما بتعمل كده بتحول $100 في حسابها. وبنشوف هنا في وهي محرجة جدا من اللي هي عملته، وبعدها بثواني بتشوف الراجل اللي بسته بيرقص وحد بيصوره، فبتفهم بقى ان هو مشترك في اللعبة هو كمان وعنده تحدي. وبعد ما يخلص بيروح لهم ويعرفهم بنفسه، بيطلع اسمه إيان، هو بيقول لها ان اللعبة كانت طالبة منه تحدي انه يمسك الكتاب ده ويقراه، واللعبة بتبقى اصلا ان يجمعهم مع بعض بعد ما عرفوا هوياتهم. وبعدها بيجي لهم تحدي ان هم يروحوا للمدينة مع بعض مقابل $200، والمشاهدين حاليا حابين ان هم يكملوا سوا. وهم بعد ما اتحركوا على المدينة ايان بيسيبها وبيدخل مول لانه بيكون عنده تحدي جوه، وبعدها بيجي فيه تحدي ان هي تدخل تقيس فستان معين في المول، وهي ساعتها بتلاقي ان الفستان سعره غالي جدا، بس هي بقى بتقرر ان هي تدخل تقيسه. ولما بتخرج بتلاقي ايان في تحدي هو كمان انه يقيس البدلة، وفي الوقت ده بنشوف صديقها تومي وهو بيكون مشاهد ومتابع ليها. بعدها بيظهر لاعب غريب وبيكون عنده تحدي انه يسرق هدوم ايان وفي، علشان لما يجوا يغيروا هدومهم يكتشفوا بقى ان هي اتسرقت، وساعتها طبعا هيضطروا ان هم يهربوا ويطلعوا بره المول وهم عريانين خالص يا عزيزي. ولما يخرجوا بيلاقوا الفستان والبدله على موتوسيكل ايان ومعاهم فاتوره بالشراء كهديه. وبعدها بشويه بيجيلهم تحدي في مكان متخصص في رسم الاوشام، ونوع التحدي ان في هترسم وشم من اختيار ايان، فبيختار ايان وشم مميز جدا. والتحدي اللي بعده انه يسوق الموتوسيكل بتاعه على سرعه 60 لمده معينه بس وهو مغمض عينيه بقى، فبيجي لهم لاعب هنا يديله ستيكر يلزقه على الخوذه، وده طبعا بيبقى من شروط التحدي. وفي التحدي بنشوف في وهي راكبه ورا ايان وبتقول على الاتجاهات لحد ما بيخلص التحدي وبينجحوا، وساعتها بقى ايان بيكسب $10,000. وبنفهم هنا بقى ان مع مدى صعوبه التحدي بيكون المقابل كبير. المهم بنشوف سيدني هنا وهي متابعه في على اللايف في حفله مع اصحابها، وبيكون واضح بقى على سيدني ان هي غيرانه جدا منها، وده لان عندها عدد كبير من المتابعين في وقت قصير. ولما في هنا تيجي تتصل بيها مش بترد عليها، فبتقول ايان بقى ان هي مش عايزه تعرفها تاني لان شخصيتها متسلطه وبتغير منها في كل حاجه وبيبقى باين عليها جدا. وكل ده بيحصل طبعا على اللايف.
ساعتها بقى بتيجي رسالة لإيان وبيقراها، وبعدين بيقول لي في إنه عايز يروح حفلة سيدني. ونروح هنا لسيدني اللي بيجيلها تحدي هي كمان، وبيبقى عبارة عن إن هي تعدي من مبنى لمبنى بسلم حديد. وسيدني أصلا غير إن هي غيرانة بتبقى سكرانة برضو مش شايفة قدامها، لكنها بقى بتقرر تبدأ التحدي علشان عايزة ترجع متابعينها من تاني. وأثناء ما هي بتنفذ التحدي مع مرور الوقت التحدي بيصعب أكتر، لدرجة إن هي كانت هنا هتقع فبتنسحب من التحدي. وبنلاحظ بقى عزيزي إن اللعبة بقت تحدياتها صعبة جدا، ومعظم اللاعبين هنا يا إلا بيخسروا أو بينسحبوا، بس ده طبعا أمر طبيعي في أي لعبة علشان طبعا يصفوا اللاعبين. ونرجع هنا لإيان وفيرس لما وصلوا لحفلة سيدني، وساعتها عرفوا إن هي كانت بتعمل تحدي وهتموت، فبتقرر إن هي تروح تطمن عليها، لكنها ساعتها بتلاقيها مع جي بي، فبتتخانق في معاها بقى على خيانتها ليها. ساعتها سيدني بتتحدى ان هي تنفذ التحدي بتاعها، وفي ساعتها بتبقى غضبانة وبتوافق وبتبدأ التحدي وبتنجح فيه كمان رغم صعوبته. وبنعرف بقى ان الرسالة اللي جت لإيان كانت من واحد من الحفلة بينفذ تحديات برضه، وساعتها طلب منه انه يجيب فيه عند سيدني علشان تشوفها بعينيها وهي بتخونها مع صاحبها. فبتتضايق فيه جدا وبتبقى عايزة تبلغ عن اللعبة لانها بتلعب على مشاعرهم، ده غير كمان ان هي كانت هتموت هي وسيدني بسببها. وإيان هنا بيحاول انه يمنعها وبيقولها ان هي ما ينفعش تعمل كده، لكن في بتجري وبتقرر ان هي تقول للشرطي على الطريق، بس الشرطي ساعتها بيقولها ان هو ما يقدرش يعمل حاجه طالما الموضوع برغبتهم وبارادتهم. وساعتها في لما بتيجي تبص على إيان بتلاقيه اختفى، وساعتها امها بتتصل عليها وبتقولها ان الفلوس اللي في حساباتهم كلها اختفت. وبعدها بيظهر واحد فجأة يضربها وبتفقد الوعي ساعتها. وبعد شوية لما تفوق بتلاقي نفسها محبوسة في مكان، وقدامها شاشة صغيرة مفتوحة عليها اكاونت الموقع، وساعتها بتعرف ان هي خلفت القواعد والقوانين وكده بقت سجينة عندهم. والحل الوحيد بقى للخروج من سجن اللعبة دي ان هي تكسب في نهائي الجولات، فبيتقالها هنا ان هي تروح لعنوان معين والمشاهدين هيتابعوها، ولما يتفتح باب المكان وتخرج منه ساعتها بتلاقي إيان، وبيفهمها بقى كل حاجة، وانه السنة اللي فاتت كان بيلعب اللعبة دي مع صديقه تاي وواحد تاني اسمه روبي. وساعتها طلب منهم انهم يتعلقوا على ارتفاع 200 قدم، لكن روبي ما قدرش يمسك نفسه للوقت المحدد وساعتها وقع ومات. وإيان وتاي ساعتها قرروا بقى انهم يروحوا يبلغوا الشرطة، لكن ساعتها الشرطة برضو مش بتعمل لهم حاجة وبتقول لهم ان ده حادث نتيجة لأمر جنوني. ومن وقتها بقى وهم سجناء في اللعبة دي، والطريق الوحيد للخروج هو الفوز في النهائيات. هو بيقول لها بقى ان هدفه يقابلها في النهائي ويخليها تفوز عليه، لكن بقى لو قابلت صديقه تاي فهيعمل اي حاجة علشان يكسب. المهم بقى عزيزي بيكون فاضل تحدي اخير لإيان علشان يوصل للنهائي، فبيسيبها ويروح. وساعتها في بتتصل باصحابها علشان يقولها، وبتقول لهم بقى على خطتها لتدمير موقع نيرف. ونروح لإيان اللي بيروح التحدي بتاع نفس السنة اللي فاتت، بيتعلق لمدة دقيقتين، لكن المرة دي بيقدر ينجح في التحدي. وبنشوف هنا في واصحابها بيروحوا المكان سري لموقع هاكرز علشان يساعدوهم في اختراق اللعبة، وخلاص كده هم ناويين ان هم يخترقوا الموقع بالكامل. بيجي اليوم بقى اللي بيكون فيه جولات التحدي في قاعة كبيرة وعدد كبير جدا من المشاهدين موجودين، وبيسلموهم اللعبة سلاح، والتحدي بيكون عبارة عن اللي هيضرب التاني بالسلاح الأول هيفوز. ومدة التحدي